في الخاتم، نفس الخاتم بتاع الشركه بس الحجر اتغير. انت بتتكلم على الاحجار اللي بتتخصم وما بتتخصمش. بنعرف ازاي ان ده بيسترد بالفصوص او مش بيسترد بفصوصه؟ عماد كودك، هو انت فين النهارده؟ احنا النهارده في رماس في فرع الرحاب. طب ما تيجي نشوف البراند 7 فروع. تعالى معايا، يلا بينا. معايا ومعاكم في اصل الحكايه مستر عمرو عز، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا عماد بيه. عايزين بقى نعرف في اصل الحكايه ايه قصه رماس، امتى بدات قصه رماس وسنه كام وفين مكانكم، وعايزين نعرف العملاء مين رماس. احنا ريماس فاميلي بيزنس من 1938 ابتدينا مجال الذهب والمجوهرات وتوارثنا المهنه ابا عن جد لحد ما وصلنا لحد الجيل الاخير. تمام. وعندنا دلوقتي 7 فروع. كنا الاول المحلات او الفروع بتاعتنا باسم الجدود وكده لحد ما عملنا براندنج وعملنا اسم ريماس وابتدينا ان احنا بنشتغل كلنا تحت اسم ريماس. الفروع عبارة احنا عندنا فرع في مدينة نصر، وعندنا فرعين في المقطم، وعندنا فرعين في المعادي، وعندنا فرع في الشروق، وعندنا فرع في الرحاب. طب وبالنسبه لعمرو عز، فين عمرو عز في الموضوع؟ مين عمرو عز؟ عايزين نعرف العملاء مين عمرو عز. انا عمرو عز الدين، ابتديت شغلي في مجال الذهب والمجوهرات سنة 2002 كسيلز في ايجيبت جولد. تدرجت في مجال الذهب والمجوهرات في مجال الكارير وككارير في ايجيبت جولد لحد ما وصلت كنت مدير فرع الكوربه ومدير الدايركت سيلز. ودي كانت رحلتي في الجمله، لان انا اشتغلت سيلز وسافرت بره جبت موديلات وفي مجال التطوير في الشركه. وفي الاخر خلصت رحلتي في الجمله وشاركت الحاج ياسر كمال والحاج محمود كمال في الفرع بتاع رماس الرحاب ده. ودي كانت بدايتي في القطاعي. فانا كده ابتديت جمله وبرضه جمله، ودلوقتي في القطاعي مع الحاج ياسر كمال والحاج محمود كمال وشريك في المحل بتاع رماس الرحاب. هي دي لحد دلوقتي. ده كده انا عمرو عز. طب احنا عايزين نعرف بقى يعني من خبراتك اللي انت قلتها دي كلها في مجال الجمله، ايه الخبره اللي انت استفدتها قدرت تفيد بيها رماس كقطاعي. كقطاعي؟ طيب بص، هو مجال الجمله زي ما قلت لحضرتك كده مجال شركات، فانا كنت قعدت فتره كبيره جدا في مجال الشركات. تمام. وبعدين انا كان من حظي كويس ان انا كنت في شركه اسمها ايجيبت جولد، اقوى شركه في مصر في مجال الذهب والتطوير والتصنيع وكل وبعدين ايجيبت جولد خدت الالماس، الذهب، التصنيع، الموديلات اللي من بره. كل الكلام ده انا اكتسبته من خلال الشركه. طبعا ده ساعدني بكتير جدا في حاجات كتيره جدا في مجال القطاعي اللي هو المفروض اسهل شويه من مجال الجمله. ايه هو اللي انا استفدته ده؟ استفدت اولا عين بقدر اختار الموديلات القويه جدا. مش بختار موديلات عشوائي خالص، وانا بختار شغل بكواليتي معين، بوزن معين، بتصنيع معين، بكل الكلام اللي انا استفدته بطوعه ان انا بدخله جوه المجال جوه المحل. فده واسطه، انت ليك واسطه جوه المكان فبتختار موديلات احسن؟ لا مش واسطه، معرفه ان انت ابتديت المجال من اول حاجه فيه لحد ما وصلت ان انت بتبيع قطع قطاعي. واخد بال حضرتك؟ كل ده انت اكتسبته. تمام. انت من اول ما القطعه بتبقى شمع لحد ما بتتصنع لحد ما بتتباع لحد ما توصل للمحل، وبعد كده بتبيعها للزبون. فانت متخيل كل ده انت بتطوف خدمه العميل بتاعك. يعني كل خبراتك او كل خبراتنا في ريماس من 1938 بوجود طبعا الحجاج المحترمين اللي عندهم خبره كبيره جدا 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 في مجال الذهب والقطاعي، مع وجود الخبره بتاعت مجال الجمله، في الاخر انت بتوصل لحاجه كويسه جدا 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 بتقدر تقدمها للزبون. تمام. هي دي اللي استفدته من مجال الجمله. انت مش واخدها من اول ان انت بتجيلك قطعه الشغل وبتبيعها. في فرق ان انت بتجيلك قطعه شغل وبتبيعها وما بين ان انت عارف الدي ان ايه بتاع القطعه نفسها، وعندك الخبره في الاختيار، في اختيار وفي شغل وفي كل حاجه تخص مجال الذهب والمجوهرات والالماس. ودلوقتي وصلنا فقره ضرب نار. معايا سؤال، تمام. انت اللي هتقراه مش انا.
قادر ترد عليه وتواجه، هترد عليه وتواجه للعملاء. طب لو مش قادر هتمسك الكارت وتقفله. تمام. مستعد للمواجهه؟ انا مستعد يا باشا. يلا. ايه الاسئله دي؟ ماشي. انا هجاوب لان انا ما بقلقش من اي اجابه، يبقى ده من الموضوع في السياق. بس هنقول السؤال الاول. طيب السؤال، انت بتتكلم على الاحجار اللي بتتخصم وما بتتخصمش، صح كده؟ تمام. طيب الموضوع بسيط يا جماعه. ايه هو دلوقتي؟ احنا في مصر عندنا الشركات، معظم الشركات بتستلم الشغل بتاعها بالحجاره بتاعته، وهي ليها لستة اسماء. لو حضرتك اقولها لك، يعني ايجيبت جولد ولازوردي وكينج جولد وماستر وفاين جولد، كل الشركات دي بتستلم الحجاره، بتستلم المشغولات بتاعتها بالحجاره مننا احنا كمان. تمام. فاحنا بدورنا بنستلم الحجاره من الزبون. في تجار بتقول بنعرف ازاي ان ده بيسترد بالفصوص او مش بيسترد بفصوصه. كل شركه بيكون ليها لوجو موجود جوه الخاتم او جوه التعليق او جوه اي شغل. كل شركه من اللي انا ذكرتها دي او اللي انا نسيتهم بتكون ليهم اللوجو موجود بتاع جوه الشغل ده. عن طريق الزبون بيبقى عارف، المفروض هو عارف، وكده كده الزبون او الكلاينت المفروض بيكون عارف هو اشترى ايه وعلى ايه. المفروض ان التاجر بيقول له انت الشغل ده بيسترد بالفصوص ولا لا من اول ما بيشتري القطعه دي. بيرجع القطعه لنفس المحل ولا ممكن الشرط. محل تاني؟ لا، الشركات دي عامله السيستم ده او النظام ده لكل محلات الذهب اللي في مصر. في سؤال. اتفضل. بدون قطع كلامك، دلوقتي تعرف ازاي ان الحجر ده هو بتاع الشركه ولا الحجر ده اتغير في الخاتم؟ نفس الخاتم بتاع الشركه بس الحجر اتغير، الحجر بقى اتقل. لو حجر كبير يعني الحجر اتبدل بنص جرام زياده، باي حاجه ملي زياده. تعرف ازاي ان الحجر اتغير؟ انت هتستلم من العميل، فانت هتعرف ازاي ان الحجر ده هو بتاع الشركه ولا متغير. بص، هو دي تركه جامده جدا. تمام. بس هو معظم تجار مصر او معظم الشركات بتكون ليهم نوع حجاره معين هم بيشتغلوا فيه. تمام. فيعني مثلا عن طريق خبره التاجر بيقدر يفرق اذا كان ده شغل الشركه دي ولا مش شغلها. الحجر اتغير، الموديل اتلعب فيه، الكلام ده لو تاجر. الطبيعي ان التاجر بيبقى عارف الكلام ده. اما بيجي زبون يبيع له حته شغل اوكي فيها حجاره، وهو المفروض متفق مع الزبون ده او متفق مع الشركه ان هو بيرجع الحاجه دي بحجارتها. تمام. التاجر نفسه عارف ان ده شغل، دي حجاره ايجيبت جولد، ده حجاره لازوردي، ده حجاره كينج، ده حجاره كذا كذا كذا. فهي الموضوع بيكون باين بالنسبه للتاجر. لو عدى منه بقى دي بتبقى مشكله طبعا. بالنسبه للتاجر لما بيجي يسلم الشغل للشركه، الشركه طبعا بتعرف ان ده مش الحجر بتاعها، فبتبقى مشكله كبيره بالنسبه للتاجر طبعا. ومعانا دلوقتي فقره سوق الذهب. سمعت ايه عن سوق الذهب وايه رايك مقارنه سوق الذهب باصل الصاغه الحديثه في مدينه العبور مقارنه بسوق الذهب القديم اللي في الصاغه؟ ده التطور الطبيعي لاي حاجه في الدنيا. اي حاجه في اي مجال في الدنيا لازم يكون فيه ابجريد او فيه تطور. راحوا طلعوا من الصاغه رايحين العبور، زي ما هو بورشهم بمصانعهم بكل الكلام ده كله. طبعا ده تطور طبيعي جدا زي اي حاجه في الدنيا ما بتتطور. مش هنفضل احنا قاعدين في حته واحده. ده رقم واحد. رقم اتنين، سهولة الوصول للمكان في العبور ده حاجة كويسة جدا. العكس بتاعه في وصول الناس التجار او الناس للصاغة، الموضوع صعب جدا. واخد بالك ان انت حتى بتعرفش تخش بالعربية، بتعرفش تخش ان انت حتى تمشي عشان توصل للمكان اللي انت عايزه. ده الموضوع صعب جدا. فطبيعي جدا ان انت في الاخر لا، انت بتدور على راحة الناس، بتدور على راحتك انت الشخصية، بتدور ان انت بتعمل يعني ابجريد او يعني بتعمل. وغير كده كمان في عندك 200 محل. 200 محل ده رقم كبير جدا. 200 محل دهب في حته واحده، ده سوق فعلا. ده بيخلق منافسه قويه جدا طبعا. في صالح العميل طبعا. زي ما الصاغه كده تلاقي المحل لازق في المحل وفي الاخر في الاخر بتصب في صالح العميل. بالظبط. العميل هيروح يلاقي هنا لما يشتغل هنا هيشتغل مع اللي بيحبه او المقنع بالنسبه له، بالنسبه للسعر، بالنسبه للحاجه اللي بياخدها. فدي حاجه طبعا تطور حلو جدا مطلوب، زي ما كل حاجه اتطورت في البلد. كل حاجه اتطورت، اشمعنى دي اللي هتفضل زي ما هي؟ ده تطور الصاغه. ده طبيعي. ويا ريت كمان من شويه مش من دلوقتي. يعني احنا عانينا، انا قعدت حاجه و20 سنه داخل الصاغه مش عايز اقول لك يعني. وده صعب جدا. سوق الذهب اصل الصاغه في العبور. وفي اصل الحكايه، وزي ما اتعودنا دايما ان الضيف هو اللي بيختم الحلقه. انا طبعا بشكر عماد كودك بجد جدا 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 على البرنامج الجميل ده.
اللي انا متابعه من فتره، وبجد كنت حابب قوي ان انا اكون معاه، لان هو الراجل زي ما قلنا كده كل اي حاجه في الدنيا فيها تطوير. فعماد يعتبر اول من طور قصه ان هو بيخش المحلات او الفروع وبيطلع الكلام من الناس بطريقه محترمه وبروفيشنال جدا، وبجد انا بشكره. استنونا يوم الخميس في اصل الحكايه مع عماد كودك. كان معاكم عمرو عز الدين في اصل الحكايه. برنامج أصل الحكاية مع عماد كودك كل يوم خميس.